مساء الفل. انت كويس؟ بلغ الوشمي انه يلبس توب الرجوله ولو مره واحده في حياته ويجيني وش في وش. انا هتجنن يا نتيو. قدام فايقه والولاد بحاول ان انا ابقى ماسك نفسي وجامد، بس جوايا انا بتقطع. انت متخيل؟ حمزه مات، حمزه اتقتل في حضني. انا حاسس بيك والله يا اخويا، ان شاء الله هنلاقي اللي عمل كده وهياخد جزاؤه. بس انا شاكك في حد تاني غير رؤوف وقبيل. انا شاكك في راغب اخوك، لانه اول ما هل علينا المصيبه حصلت، وانت عارف انه طول عمره بيكرهنا هو وام الله يجحمها مطرح ما هي. انت اتجننت ولا شارب حاجه ولا ايه بالظبط؟ اخ هيحاول يقتل اخواته وفي الاخر يقتل ابن اخوه. مش شيءنا يا موسى ولا الناس اللي حصل ما بيننا زمان. يا سيدي زمان ده مات خلاص، اللي فات مات. راغب بيأكد لي انه بيحاول يوصل للي عملها. انت بقى صدقته؟ انا متاكد ان هو اللي عملها. تفتكر صدفه يعني انه يرجع وقت ما حمزه يموت؟ ولو هو اللي عملها تعب روحه ليه وبيحاول يوصل لأي حاجة؟ عايز يبعد عن نفس التهم عشان ما حدش يشك فيه، بيغلوش. وانا هو انت اهو، كلها كام يوم وهيجي يقول لك ما وصلش لحاجه والموضوع يموت ودم حمزه يروح هضم. بيتك انت بتقفلي الباب، انت بتعملي ايه هنا؟ في ايه؟ وحشتني وجاي اشوفك. طبعا بعد اذنك ما ينفعش تطلعي بره دلوقتي. مش وقته حبيبتي. وبعدين مش خاطر عشان ما يحصلش مشكله، ما ينفعش حد يشوفك دلوقتي. طب انا همشي. ماشي همشي. خلاص امشي، خلاص امشي، انا موافق انك تمشي. بس انا عايزه اقول لك حاجه قبل ما امشي، مهمه هتفرحك قوي. هتاخد وقت ولا هتمشي على طول؟ في بسبوسه صغيره هنا، انا حامل. بتهزري؟ اهزر في موضوع زي ده؟ هزار؟ انت حامل بجد ولا انت بتهزري؟ قولي. حامل. حامل؟ إيه؟ وطي صوتك. حامل ازاي؟ هو احنا بنلعب ولا بنهزر؟ حصل ازاي ده؟ حصل ازاي ايه؟ حامل. ممكن اكون حسبتها غلط. انت بتستهبلي، بتحسبيها غلط. ده لما بنبقى بنلعب مع بعض، لكن احنا مش بنلعب. انت عارفه ان احنا في كارثه دلوقتي. هو انت بتعمل كده ليه؟ امال عايزاني اعمل ايه؟ اسقف لك يعني؟ انت يا دوب بتحطيني في امر واقع. هو انت ليه محسسني قوي ان انا مش مراتك؟ صح يا حبيبي؟ ايوه. مين؟ اجي انا بابا. يا حبيبي تعالى اتفضل. ايه اللي بيده؟ ازيك يا ما اعرفش فعلا. عامل ايه؟ كله تمام. سهران ليه؟ كنت براجع اللابتوب العقود بتاعت المشروع الجديد. انا مبسوط منك اهو بجد، بس بقالي كام يوم في كلمتين عايز اقولهم لك. مش عايزك وانت بتبني الشخصيه الجديده اللي انا حاببها قوي دي تغرق في الشغل. خلي بالك، العيله مسؤوليتك، انت فاهم؟ فاهم كويس. انا متاكد انك انت بكره ان شاء الله هتبقى يمكن احسن مني كمان. لما تمسك مكاني هتحقق حاجات احسن مني في الشغل. بس كمان انت مش هتمسك مكاني في الشغل بس، انت هتمسك مكاني في العيله كمان. خلي بالك، العيله اهم الفلوس، الشغل نفسه اهم الفلوس، صحتك، قوه، كل ده اهم الفلوس. كل ده اللي بيعمل الفلوس في الاخر. صح صح طبعا. العيله هي اللي بتشدك، تقفك على ارض صلبه. فاهم. ما تخليش احلامك تتشتت واهدافك تروح شمال ويمين. خلاص بقى، ما تحسسيش ان انا ضيف تقيل عليك. لا لا بابا، هما كلمتين وماشي. ربنا يخليك يا بابا والله. شكرا يا حبيب قلبي، شكرا. انت مالك مش على بعضك كده؟ لا مفيش ابدا، بس من كتر الشغل. بهزر معاك. لا بس هنام بس. ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. باي باي. ماشي.
بس يا توبه مش وقته، عايزه اتكلم. مش وقته نتكلم. وبعدين بعد اللي حصل اخر مره احنا مش المفروض نتكلم، احنا المفروض نفكر. لسه هو انت بجد بتتهرب مني كاني تهمه؟ انا مش بتهرب منك ولا حاجه. توبه انا حياتي فيها 100 مشكله، بخرج من حاجه بخش في حاجه اكبر، ومن ساعه اللي حصل لرين ده وانا مش عارف افكر في حاجه. ريم بقت كويسه والحمد لله ورجعت، انا اللي في كارثه، بطني هتبان عليا. الكارثه دي بسببك مش بسببي. طب انا اسفه، بس انت بجد ممكن تتخلى عني وعن ابنك؟ لا انا اكيد مش هعمل كده، بس احنا كانت مشكلتنا ان احنا نقول لهم ان احنا الاتنين متجوزين. دلوقتي بقت مشكلتنا ان احنا نقول لهم ان انت حامل. انت فاهمه بقينا فين؟ طب اعمل ايه؟ طب والنبي قول لي هيحصل ايه؟ رسيني على اي حاجه. انا مش عارف ايه اللي هيحصل، اللي انا اوعدك بيه ان انا هحل ومش هتخلى عنك. يعني مش هتسيبني؟ والنبي ما هتسيبني صح؟ طبعا قلت لك انا مش هسيبك، بس بجد مش هينفع يحصل زي ما حصل المره اللي فاتت. لازم اطلع وانت تمشي. بقول لك ايه، هبعت لك صورة واحدة، عايزاك تجيب لي قرارها، عايزة اعرف عنها كل حاجة. نور، بتعملي ايه هنا؟ بكلمك من امبارح ما بتردش عليا، كده اشوفك مختفي فين؟ كنت مشغول شوية. مع دي؟ اسمها حبيبة الراعي، ويا ريت لما تيجي تتكلمي عليها تاخدي بالك من كلامك. مش حبيبة الراعي دي سبب كل المشاكل اللي احنا فيها؟ ده المرة الأخيرة بقول لك لما تجيبي سيرة حبيبة الراعي تنقي كلامك. مالك اتحمقت لها كده ليه؟ بتحن لها؟ وانت مالك انت بحن لها ولا بحن لهاش؟ نور فوقي، احنا اللي بينا شغل وبس. شغل؟ هو انت بتسمي مرمطتي وراك من كل بلد لبلد شوية ده عشان خاطر الشغل؟ ولما عرض نفسي للخطر بدل المرة 100,000 مرة ده برضو شغل؟ اللي بيني وبينك يا راغب عمره ما كان شغل. زي ما انت ضحيتي وعملت كتير علشاني، انا عملت اكتر، فمش هنزايد على بعض بقى ونقعد نعد. فياريت شوية عقل عشان انا جبت اخري، وانا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجة. تمام يا راغب، خليك عارف انك اغلى حاجة في حياتي ومش هتنازل عن حقي فيك. انت ما حرمتيش من المره اللي فاتت، انت عايزه يحصل لك ايه تاني؟ البرنامج ده بتاعي وانا المسؤول عنه. ومتهيألي ان انا صاحب القناه اللي فيه البرنامج بتاعك، ومتهيألي كمان ان انا جوزك. بقول لك ايه، من النهارده عيله الراعي مش هتقوم لهم قومه، اهدى شويه. ايه اللون الجميل ده؟ معلش يا جماعه، شيماء مش هتيجي، بس ما تقلقوش، الحلقه في ميعادها، هيبقى بس في ضيف اخر. انا انفع؟ انفع؟ تنور الدنيا، ده الشرف لينا يا موسى باشا. توكلنا على الله. اتفضلوا. ايوه يا راجل. ايوه يا موسى، انا عرفت مين اللي قتل حمزة. نعم. قابلني بمخزن موريتانيا. راغب، انت متأكد من اللي بتقوله ولا اي كلام فارغ؟ لما تيجي هتعرف كل حاجة. ماشي. ايوه يا نديم. ايوه يا موسى، في حاجة ولا ايه؟ قابلني ضروري في مخزن الموريتانيا.
مين؟ هتعرف. مين؟ هتعرف. ازاي؟ عايز تقول ايه؟ انت لا ده كده كلام نديم يبقى صح بقى. انت جاي قاصد اذيه وعايز توقعنا في بعض. قلت لك يا موسى ما صدقتنيش. طب اسمعني يا موسى للاخر. اسمعني وانا راضي بحكمك. اسمع. ممكن اعرف انت ما جيتش ليه لغايه دلوقتي؟ يعني ايه عايز ايه؟ عايز افهم انت عملته كده ليه؟ احنا اتفقنا كان ان انتوا تهوشوهم شويه عشان يلموا رجليهم من السوق، لكن انتوا بقى خالفتوا الاتفاق ودخلتوا ناس في وسط رجالتي عشان يقتلوهم وقتلوا حمزه. مش هنسى الموضوع ومش هسيب حق حمزه. انت ما تعرفش حمزه ده بالنسبه لي ايه؟ موسى موسى اهدى يا موسى. اهدى يا موسى اهدى يا موسى اهدى يا موسى اهدى. اوعى انت اوعى. حبيبي الحمد لله على السلامة يا غالي يا ابن الغالي. معلش جت متأخرة، أصل أنا ما بحبش جو المستشفيات فقلت أجي لك هنا عشان ما يفوتنيش الواجب. عايز ايه يا غفران؟ مع إنك آخر نوبة زودت معايا العيار حبتين، بس أنا قلت معلش وماله، ساعة شيطان، ما هو الشيطان شاطر، بس الشيطان ما فيش حاجة وراه غيرك انت راغب الراعي. انا بقول تنجز عشان انا مش فاضيلك. هتفضلي لما تعرف انا جاي لك عشان ايه. لا ما احنا مش كل شويه بقى هننبش في القديم. ولا انت دماغك سوحتك وقالت لك يمكن تعرف تقلب راغب الراعي؟ هو انت الفلوس اللي بتلهفها من موسى مش مكفياك ولا حاجه؟ لا قديم ايه، انا جاي لك بالجديد. فيه سر مفيش مخلوق في الدنيا كلها يعرفه غير انا وانت وابوك الله يرحمه. قلت لك قبل كده انا مش نديم ولا موسى، انا ما بتهددش. خد بالك دي المره التانيه وبرضه ما انتش فاهم كلامي. تالتة تابتة يا غفران. وصلت؟ انصرف يلا. انت ما قدرتش اللي انا جاي لك عشانه، مع انك حبيبي والله يا حبيبي. يلا. مصاري وين يا راغب؟ معقولة يا وشمي؟ يا راجل ده انا اللي كلمتك وقلت لك تعالى عشان تاخد المصاري بتاعتك ترفع في وش السلاح. دي اصول برضه؟ يعني انت شفت حد من رجالتي رفع عليك سلاح؟ راغب انت خبصت معي كتير، ولا بقول لك يا عاصي؟ تعرف هي المشكلة فين؟ في قلة الثقة. عارف نور اللي بوظ علاقتي بيها قلة الثقة. قعدت تقول لي انا بغير عليك، انت بتخوني، ما بتحبنيش، بتبص لدي، بتهزر مع دي. خنقتني. قلة الثقة لو دخلت في اي علاقة ما بين اتنين لازم هتبوظها، زي اللي احنا فيه دلوقتي. فاكر زمان احنا كنا عاملين ازاي مع بعض؟ اكتر من اخوات. جه اليوم اللي بترفع في وشي فيه السلاح. انت اللي خنت يا راغب وانت اللي نسيت. انا ما نسيتش ولا خنت يا وشمي، دي فلوسي، شقاية وعافيتي. ما بدي ارجع اكرر لك الحديث مرة ومرة ومرة ومرة. انت عارف انه انا اللي فتحت لك المجال انك تفوت على سوق بيروت. انا بدي نسبتي، هذا حقي. ايوه حقك، انا ما بنكرش وعلى راسي كمان. وشمي انا خلاص تعبت، بجد تعبت. عايز اعيش في مصر وافتح صفحة جديدة، وعايز اعيش في سلام ومش عايز حاجة من حد. حبيبة وبنتك ايه؟ حبيبة وبنتي فريدة اللي ماليش غيرهم في الدنيا. انت بتعرف كان كتير سهل علي قتلك، بس انت بتعرف ليه ما عملتها صح؟ اكيد عارف طبعا، عشان توصل للمصاري بتاعتك، وعشان انت راجل طيب. صدقني
انت جواك خير، والخير ده لازم يطلع. اسمع كلامي، وكل ما هتمشي في حالك ربنا هيوقف لك ولاد الحلال. امين ان شاء الله. مصر اثبتك بالكامل يا واشمي، والعربيه دي كمان هديه عشان انت حبيبي. ها بس انت بقى حاول تطلعها بره مصر، ماشي؟ اصلي خلي رجالتك برضو يبصوا بصه كده، عشان يمكن يعني نفخخها ولا حاجه. انا عمري ما افكر اردها لك، انا قلت لك انا عايز اعيش في سلام. ابن اصول. خلصت يا واشمي خلاص. مش عارف ليه مصدقك عن جد. احنا بينا عمر برضه يا واشمي. هتعد ورايا؟ تمام. اشوف وشك بخير. خد بالك من نفسك. يلا يا شباب. هتوحشني يا راغب. انت اكتر يا واشمي. كده احسن، كده زي الفل. هو انا بقيت قليل في السوق ولا ايه؟ ده تالت ديل في ظرف سنه يروح مني ويروح لولاد الراعي. هو في ايه؟ امال الملايين اللي بدفعها دي كلها عشان مين؟ ايه القرف ده؟ ما ترد يا عم، وانا بقيت قليل في السوق؟ لا يا راجل لا سمح الله، قليل مين؟ يا راجل ما تقولش كده على نفسك، ده انت قد كده. انت بقيت عبيط ولا ايه؟ وبتضحك كمان؟ يا عم يا جات عليك. حاليا من مين ولا من مين ولا من مين؟ من الصفقة اللي طارت؟ ولا من وشمي اللي عايز يطار رقبتي؟ ولا من راغب اللي طلع لي زي العفريت؟ ولا من حبيبة ولا فريدة؟ انت مشاكلك كترت قوي يا رؤوف. عشان كده انا النهارده جيت اشاور لك على المفتاح الصح. حبيبة وفريدة. حبيبة وفريدة؟ فيها متولي من اللي جاي تقوله تقوله من غير لف ودوران. حبيبة وفريدة في حضن راغب اهي، من غير لف ولا دوران. ها يا 7 رجاله عملت ايه؟ هو انت ايه يا ابني؟ هو انت قفاك ده ما وجعكش من كتر التلطيش؟ ما جاش في مره يقول لك ارحمني انا تعبت؟ وصل الكلام يا متولي. حبيبه القلب رجعت له ازاي؟ راغب خد حبيبه وفريده بنته، بنته، وراح لامال في دار المسنين. صله رحم يا اخي. بس اقول لك حاجه، هي لسه ما تعرفش ان ابوها. انت ليه محسسني ان حبيبه دي لقيتوها صدفه في البيت بتاعكم؟ هي حبيبه دي مش اختك؟ وفريده بتقول لك يا خالو؟ ما بتتقابلوش كده صدفه في الريسبشن بتاع البيت؟ يا ابني ما اللي طايرني طاير، وكرامتي من كرامتك. انا بقول لك كده عشان مصلحتك. بقول لك الحق خد بنتك قبل ما تروح لراغب. راغب لو خد فريده هياخد عليها حبيبه هديه، وتبقى انت في وش المدفع، وقد اعذر من انذر. انزل مكانك. انزل. ايدك ورا ظهرك. انزل. ايدك. ايدك ورا ظهرك. ايدك ورا ظهرك ده اهو. فتش العربيه دي. حلو قوي كده. حصل يا خالو اللي قلت عليه اتنفذ بالحرف الواحد. اتعمل له زفه ولا اجدعها عريس. كان زي القمر وهو بيركب البوكس. حلو قوي، خليك متابع اخباره، لو اترحل على بلده بلغني. تمام يا خالو. على السلامه يا وشمي. شوف يا راغب، رغم ان انا مش راضي عن كل اللي انت عملته من ساعه ما جيت، لكن الطريقه اللي انت خلصت بيها مشروع العربيات الكهرباء تخليني اعيد نظر في خروجك من الشركه. بشرط مفيش اي حاجه تبقى غامضه ولا اي اسرار. عندك اي حاجه غريبه خفيها تقولها دلوقتي. كده ولا يا نديم؟ صح يا موسى،
ويبطل شغل الدجل والثلاث ورقات بتوعه، وانت الكبير واللي تشوفه يمشي. تمام. مبدئيا يعني ان شاء الله مفيش اي حاجه غلط هتحصل في يوم من الايام تفرقنا عن بعض، وده وعد. ده وعد. ايوه. ده نايم. صحيه ولا هنقلقه؟ صحيح. اصحى يا جزمه. اصحى اصحى. ده ميت اكيد. قلت لك يا موسى في حد ورانا بيعمل المصايب دي كلها. المشكلة مش في اللي مات، المشكلة هنا في حد عايز يلبسنا مصيبة. تقصد ايه؟ اللي بيعمل كده عارف اللي حصل زمان؟ اكيد طبعا عارف كل حاجه. وعلى فكره قتل غفران ده رساله عايز يوصل لنا بيها انه عارف كل حاجه واللي حصل زمان. ايه اللي حصل زمان؟ اللي حصل زمان في ايه؟ احنا ما عملناش اي حاجة. مش كفاية عشنا السنين دي كلها واحنا شايلين ذنب مش بتاعنا؟ احنا نبلغ، احنا ما عملناش حاجة، نخاف من ايه؟ ده هنخاف طبعا. بوليس يعني ايه؟ يعني تحقيق واسامينا مكتوبه. عندك استعداد تخش في سين وجيم؟ بيتكلم صح يا موسى، بيتكلم صح. في صوت بره. الصوت ده في حد بيجري هناك اهو. ايه ده؟ جوزها اختفت. ايه ده؟ يعني ايه اختفت؟ انا نديم حسب. انا نديم. انا موسى. ما تبعدش. خليك هنا. موسى هنخرج ما تقلقوش. ارجع. مش مهم مش مهم. هنخرج. هنخرج ازاي؟ حاسب يا موسى حاسب. انا هضربه بالنار. اطلع يا موسى اطلع. بيتنفس اهو بيتنفس. يا دكتور ده حمزه ابني ما ينفعش يموت. يا موسى بيه ما تقلقش، انا عايزك اطمن. تعرض 2 من أهم وأكبر رجال المال والأعمال لمحاولة اغتيال، هم موسى نبيل الراعي ونديم نبيل الراعي. استاذ نبيل انت استاذ موسى. انا مش عايز اي خبر عن الحادثه دي ينزل على السوشيال ميديا. انا عايز الموضوع كانه ما حصلش. العائلة تفرض السرية التامة عن الحادث. في ايه؟ طب اجيب لك كرسي. طيب مش طيب بالراحه بالراحه اجمدي. مش شايلين. مفيش حاجه، رجليها مش شايلها بس. ولكن الحقيقة ان محاولة الاغتيال دي بترجعنا تاني لدايرة الغموض حوالين عيلة الراعي. اكدت على الناس بتوعنا يكتموا على الخبر، بس اللي حصل ده ما ينفعش يعدي يا موسى، ما ينفعش. لا ده عساكر الشطرنج، في حد وراهم بيحركوا. انا مسكت واحد منهم. فينه؟ رجالتنا خدوه على المخزن. انا هطلع المخزن ومش هسكت غير ما اعرف مين وراه. هل هم فعلا رجال عصاميين زي ما بيدعوا؟
بحبل الله. عايزة أشوف ابني لو وللأسف الشديد الحادث أسفر عن مقتل الطفل حمزة نجل موسى الراعي. مستر نديم، في حد بره اسمه شهاب بيقول ان هو عاوز حضرتك. ايه ده يا استاذ؟ انا ما قلتش خلاص لحضرتك. سيبيه. ايه رايك في المفاجاه دي؟ بعد اذنك. لا، مفاجأة عجبتني، مفاجأة حلوة. بس شفت أنا إزاي طلعت راجل وعندي كلمتي؟ وأنا بحبسك من 5 سنين قلت لك إيه؟ قلت لك ما تقلقش يا شهاب، ال5 سنين هيعدوا هوا. وهم يا عم عدوا هوا أهو، وخرجت بالسلامة كفار. طب ايه؟ مش هتعزمني على حاجة عندك؟ ولا انت بخيل زي ما انت؟ لا، مشاريب لناس غير مرغوب فيها هنا مفيش، لكن أنا ممكن أخدك من إيدك وأسهرك سهرة حلوة من بتوع زمان. المشاريب فيها ابن أبو غالي. والعزومة دي بقى وراها 5 سنين تاني في السجن، مش كده؟ طب ما أنت حلو أهو، فاهم كل حاجة. أنت صحيح غبي ورزل وبايخ، بس بتفهمها وهي طايرة. إيه ده؟ أنت بتشرب كليوباترا بوكس؟ ده أنت السجن كحرتك على الآخر. على الآخر. بس أعمل إيه بقى؟ أول ما خرجت لقيت رجلي جايباني عليك، أخويا وصاحبي نديم بيه الراعي، اللي باعني عشان خاطر واحدة ست. بس دي مش أي ست، دي صافي. تستاهل قوي كده؟ تستاهل تتصدر لها وتحبسني بسببها؟ أثر في الكلام يا شهاب. اللي كان بيننا صافي وأنت طلقتها بمزاجك، وهي ما رضتش ترجع لك، والجواز ده قبول، وأنت لا مؤاخذة عديم القبول. معاك حق، أنا فعلا قبولي ضعيف معاه. مبروك عليك صوفي، بس مش العروسة ليها مهر، وسنين السجن ليها تمن. 5 مليون دولار، مليون دولار لكل سنة قضيتها في السجن. 5 مليون دولار؟ ده أنا ما عزمتكش على كوباية شاي في الشركة، هديلك 5 مليون دولار. ده أنت مش بس عديم القبول، ده أنت عديم الفهم وحمار. طب اسمع نديم يا راعي، سنين السجن دي مش هتروح هدر، وانا خارج ومستبيع. انا مش صرصار دوست عليه بالغلط وانت ماشي. انا شاب القاضي، فاكرني ولا لا؟ وممكن اقدمك على كل حاجه انت عملتها فيا. انت سامعني؟ معلش يا شهاب، أنت كنت بتقول إيه؟ أصل نسيت. كنت بتقول إنك صرصار، بس أنا ما دوستش عليك بالغلط، أنا كنت قاصد. ألو، أيوة يا صفصف، لو أنت في فيلتنا اعمل لنا لقمة حلوة وشغل لنا التكييف على السخن. ارموه بره. مش هسيبك، انت فاهم؟ مش هسيبك يا نديم، سامعني؟ مش هسيبك، مش هسيبك يا نديم يا راعي. انت سامعني؟ يا نديم يا راعي مش هسيبك، هاخد حقي. انت سامع ولا لا؟ الله يخرب بيوتكم. ممكن تفهمني انت واخدني على فين؟ خطفك
خاطفني؟ لو ليك في الخطف كنت عملتها من زمان. طيب مش يمكن بصلح غلطة زمان وعايز اخطفك على كبر؟ هو انت مصر تخوفني؟ معاش اللي يخوفك يا حبيبة، انا جايبك هنا عشان اطمنك. تعالي 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 تعالي. الدهب والفلوس دي بتوع مين يا راغب؟ نشأة وتعب سنين عمري يا حبيبة، دفعت ثمنها غالي وغالي قوي كمان. برغم كل اللي انت عملتيه معايا، بس انت الوحيدة اللي أمنها على شقة عمري. خلي المفتاح ده معاكي. مفتاح ايه ده؟ لو حصل لي حاجة في يوم من الأيام، الحاجة دي كلها حقك انت وفريدة. انت اتجننت ولا شارب حاجه ولا ايه بالظبط؟ اخ هيحاول يقتل اخواته وفي الاخر يقتل ابن اخوه. مش شيقنا يا موسى ولا الناس اللي حصل ما بيننا زمان. يا سيدي زمان ده مات خلاص، اللي فات مات. راغب بيأكد لي انه بيحاول يوصل للي عملها. انت بقى صدقته؟ انا متاكد ان هو اللي عملها. تفتكر صدفه يعني انه يرجع وقت ما حمزه يموت؟ ولو هو اللي عملها تعب روحه ليه وبيحاول يوصل لاي حاجه؟ عايز يبعد عن نفس التهم عشان ما حدش يشك فيه، بيغلوش. وانا هو انت هو، كلها كام يوم وهيجي يقول لك ما وصلش لحاجه، والموضوع يموت ودم حمزه يروح هضم. انت ايه اللي جابك يا جدع انت؟ نديم. موسى، عايزك تتفرج على الفلاشة دي. هو ده الواد؟ ده ايوه هو الواد. مين قال ان الجدع ده هو؟ ومين وانت عرفت الموضوع ده كله ازاي؟ جات لي معلومة إن العيال اللي عملوا العملة السوداء في حمزة كانوا راكبين موتوسيكلات من غير ورق. وأنا من زمان أعرف إن صقر وأبوه طول عمرهم شغالين في الشغل الشمال، وخصوصا في الموتوسيكلات اللي من غير ورق. قلت أروح له وأرمي بلاء عليه، يمكن يطلع هو أو أعرف منه مين اللي شغال في الشغل الشمال ده. بس الحقيقة هو ما قصرش معايا، من أول قرصة طلع إن هو فعلا اللي طلع الموتوسيكلات للعيال دي. وأنت تعرف صقر ده منين؟ إيه؟ وانت بقالك اكتر من 14 سنه بره البلد. الجدع ده عارف على فكره انه بيتصور، بيخبي وشه قدام الكاميرا. بس لو مشيت كده عند الدقيقه و14 ثانيه يا موسى، في لقطه وشه باين شويه، بس انا شخصيا ما اعرفوش. قلت تشوفوه معايا يمكن حد يعرفه. معقول يا اخوانا بنتفرج على فيديوهات لراجل عجوز مكحكح فاضل له 5 دقايق ويموت، وسايبين القاتل الحقيقي؟ على كل حال يا موسى انا ماشي زي ما انا، واي حاجه اوصل لها هتصل بيك على طول، وان شاء الله هوصل للقاتل الحقيقي. نعم. أنا عارفة أنت مين. فاكرة نفسك هتضحكي على يحيى وتقلبيه في قرشين؟ هو يحيى طيب وبيحب يتدلع، تحديدا لو مع واحدة زيك. أنت أكبر منه. طيب وأنت مين بقى يا حلوة؟ المحامية بتاعته ولا مديرة أعماله؟ مالكيش دعوة.
انا بحذرك اهو، دي اخر مره تشوفي فيها يحيى، واللي تفكر تقرب منه تستحمل بقى اللي هيجرى لها. عارفه يا بنت، لولا ان انت عيله صغيره كنت مسكت وشك الحلو ده مسحت بيه بلاط المكان. طب انا هوريكي بقى العيله الصغيره دي ممكن تعمل ايه. يمي بقول لك ايه، ايدك بس تعالي دي. لا ما بهددكيش، ايدك بس. طب انا قاعده هنا كل يوم، اللي عندك اعمليه، يلا روحي اجري. انا هوريكي. الو. اي راغب. يا نور. في عيله دلوقتي جات لي كده، كانت بتراقب يحيى تقريبا. ايه؟ عيلة؟ اه. عيلة مين؟ معرفش، لقيتها جايه وتهددني وعماله تتفرج عليا المكان. يعني دورنا بيقف بعد ما العميل بتاعنا بيشتري الاسهم من شركه حضرتك. واحنا مش من حقنا كشركه نعرف مين المستثمر اللي اشترى الاسهم بتاعتنا؟ انا وضحت لحضرتك اسامي الشركات اللي اشترت الاسهم، وباكد لك مره تانية ان المشتري مش مستثمر واحد، دول عملاء مختلفين، مفيش اي حاجه بتربطهم ببعض. سيدي الفاضل، انت عارف ان اللي قاعد قدامك ده بيمثل عيلة الراعي، بس اللي انت ما تعرفوش ان عيلة الراعي دي بتدي فرصة واحدة بس، فرصة واحدة مفيش غيرها، يعني تقدر تعتبره اوفر، يا تلحقه يا ما تلحقوش، مفيش فرص تانية. احنا عارفين طبعا يا مستر طارق قيمة عيلة الراعي وحجمهم في السوق، بس يا ريت حضرتك يعني تقدر اننا لازم نحافظ على سرية العملاء بتوعنا. انا اكيد مقدر، اتمنى انتوا كمان تقدروا الموقف الحرج اللي انتوا حطيتوا نفسكم فيه. طيب هستأذن حضرتك بس هعمل تليفون وهرجع لك. اتفضل. مستر طارق، ممكن اقولك على حاجة؟ طبعا اتفضلي. انا عندي معلومات ممكن تساعدك، بس ما قدرتش اتكلم وهو موجود. تخافيش، انت تحت حماية عيلة الراعي. الشركات اللي بتشتري الاسهم فعلا اسمائها مختلفة، بس الغريب ان في راجل موجود عضو مجلس ادارة في كل الشركات، وليه عدد كبير جدا من الاسهم، اسمه نصر ابو العزم. مين بقى نصر ابو العزم؟ انا ممكن اجيب لك كل بياناته، بس مش هنا، في كافيه جنب الشركة، ممكن نتقابل فيه بعد ساعة. باقي في حياتك يا موسى. راغب الراعي. انت فين؟ كنت فين كل؟ بعدين يا موسى هناخد العزا فين؟ مفيش عزا قبل ما اوصل للي قتل ابني. وانا قبل منك لازم نعرف مين اللي قتل ابننا. باقي في حياتك يا نديم. سعيكم مشكور. شكرا على مجيتك يا ابن ابويا. المصيبة وطلتنا كلنا، وقريب قوي هنعرف مين اللي عمل كده. شد حيلك يا موسى. ده ايه اللي جابه؟ ما قالش حاجة، بس الأيام هتبين إن كان جاي في خير ولا في شر. وده من إمتى بيجي من ورا خير؟ مصايبك كترت يا ابن امال، مش معقول كل شويه هنجري وراك في الاقسام والنيابات، مش فاضيين لك، ورانا شغل، احنا مصيع. جرايه يا نديم، انت لحقت تنسى بسرعه انك كنت ترند الوطن العربي بفضايحك السودة
مع اللي اسمها صافي. على فكره انت عندك مشكله في السرعه. طب لايمها شويه عشان شكلك بتتوحم على طلقه تانية. هو انتوا مفيش فايده فيكم؟ انا عايز افهم بجد يعني، انتوا مش هتكبروا؟ ما تفوقوا، احنا في خطر، احنا في مصايب متتاليه وراها حد بيخطط انه يقضي علينا. بص يا موسى، العقل نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس اخوك اتحرم منه. ده بني ادم، لو كنت شغلت دماغك شويه كنت عرفت ان انا مش غبي لدرجه ان انا اروح اذي ليلى بعد ما طلعت قدام الناس كلها واتهمتني ان انا بهددها. وغلاوتك عندي شغلتها وقالتني ان انت ما عملتش حاجه زي كده فعلا، فقمت رجعتها. ما بحبكش يا اخي. غصب عن عينك هتحط ايدك في ايد اخوك، وانت غصب عن عينك الاثنين هتحط ايدك في ايد اخوك. انتوا ايه؟ انتوا هبلوا ولا ايه؟ انتوا مش شايفين اللي بيحصل لنا؟ من اول حصل لحمزه، وبعد كده الصور اللي جات لك بتاعت بنتك، والفيديوهات والصور اللي وقعتك في اخوك وغفران ونجيب. ايه؟ مش شايفين الاعداء اللي حوالينا؟ مش شايفين رؤوف الديناري عمكم وابنه الزفت متولي ونجيب؟ والله اعلم مين كمان، والله اعلم مين في دول اللي قادر انه يعمل معانا كده. وده السؤال الوحيد اللي المفروض يبقى في دماغنا احنا الثلاثه بس. اسمع يا موسى، كلمتني في التليفون وقلت لي تعالى الحق اخوك في الاسم، وجيت لك ما قدمتش خبر، وهو خرج بالسلامه اهو وزي القرد وبيتنطط. اما بقى حكايه رجلينا وايدينا انا مش بلاحها، انا مش هغمس في طبق راغب مد ايده فيه. تخيلوا انا ممكن بعد عمر طويل وبعد جهد كبير قوي اوصل للي عمل فينا كده، لكن ما اظنش ان انا هعيش لليوم اللي اصلح فيه ما بينكم. والله عيب. انت عارف ان قلبي طيب يا موسى، بنسى وبسامح وبعدي وما عنديش اي مشكله. المشكله هنا نديم اللي مش قادر ينسى ويسلم اني فزت بقلب حبيبه وقلب ابويا الله يرحمه. يعني من الاخر كده فزت بكل حاجه واخسرها. بس انت كمان كدبت علينا وكدبت علينا كتير كمان، وانت بكده خليت عنده الحق. ايه؟ في ضيف لراغب ببره. طيب خلاص بقى ممكن. تمام يا موسى. اهلا يا حبيبي. ده ما بقاش قصر الراعي، ده بقى الازهر بارك. حبيبه ازيك يا موسى؟ خطوه عزيزه. انت ايه بقى؟ ايه الشياكه والجمال ده؟ انت بتصغري على طول كده؟ ايه الصدفه الجميله دي؟ جيت اطمن على راغب بعد اللي حصل. اصيله. طيب اتفضلي بيتك. راغب هستناك في المكتب بعد ما تخلص. تمام يا موسى. اتفضلي يا حبيبي. تمام. شروت حرام عليكي خضتيني. ما حرام عليا فعلا. بقول لك يا شروت، انا راجع تعبان وظهر قافش عليا وعايز انام. لا سلامتك يا قلبي، الف سلامه. ربنا يكون في عونك، ليك حق تتعب. اللي اتجرأ وصور نديم الراعي في الشكل ده هو ده اللي فارق معاك؟ ما ده مش فيديو حقيقي، لا ده كذب، لا ده مش انا، ده اي. انا اصلي هبله، مش دي صافي. ما انا بقول لك مش انا، ده فيديو متركب، ده ذكاء صناعي. برضه مصمم تكذب؟ طب بقول لك ايه، ممكن نقعد ونتكلم؟ امشي من وشي يا نديم،
انا هاديه، انا لا انا زعلانه ولا انا فرحانه. انا مش طايقه اشوف وشك. انت مش هتبات معايا في اوضه واحده ولا على سرير واحد. خد حاجتك واطلع بره. يلا. ما يصحش يا شروت، عيب كده. بره يا نديم. عيب يا شروت. بره. انت تعرف العيب انت؟ اسلك طولك الاول. بره. يا شروت ما تخليش الذكاء الصناعي يوقع بينا. قلت بره. عايز ايه يا راغب يا ابن الراعي؟ زيارتك التقيلة قوي على قلبي دي بخصوص ايه المرة دي؟ اول حاجه انك ما اتغيرتش زي ما انت بقف. ما تخليك محترم بقى الله. اديني بس فرصتي افهمك وساعتها هتشكرني على فكره. انت رحت المكتب لموسى الراعي وضربت رجل على رجل وفتحت صدرك وقلت له بمنتهى الثقه انا عارف مين اللي قتل حمزه، بس انا بقى حرقتك قدامه وطلعتك بقف. يعني زي ما تقول كده باختصار انا حطيت البقف قدام القطر. ويكفيك الشر بقى اللي يفكر انه يضحك على موسى الراعي او يعديه. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى مش في ميتنج. انا اسفه يا رؤوف بيه، بس في محضر بره من المحكمه جاي يقابل حضرتك. محضر؟ ايوه. مش بتاع بره. محضر ليا انا؟ ما هي دي الحاجه التانيه اللي انا جاي لك علشانها. اصل انا رفعت دعوه اثبات نسب ان فريده هتبقى بنتي. متهيألي بقى جه الوقت المناسب ان البنت ترجع لابوها الحقيقي. من حقك يا راغب تتدلع. سهمك الايام دي في العالي. ولاد الراعي طول عمرهم اسهم في العالي، بس انت اللي قليل. بقف. مفيش فايده. يا ابن الراعي. عملتي ايه؟ طمنيني. عيب عليكي، كسبتي 3-1. برافو عليك يا بطل. انت لو كملتي على المستوى ده البطوله بتاعتنا مفيش كلام. انت مش فاهمه السبلمنتس اللي انت جبتيها لي فارقه معايا ازاي. حاسه ان انا دايما مركزه. لا يا حبيبتي، انت اللي موهوبه. انا بساعدك بس مش اكتر، ولسه هجيب لك حاجات تانية كتير. ايه ده طارق؟ هو بابي كويس؟ في ايه؟ تلاقيش بابي كويس وزي الفل. هو بس عاوزك في حاجه مهمه فبعتني عشان اخدك. خلاص انا هغير على طول واجي، استنوني. في انتظارك، اتفضلي. ايه الاخبار؟ طمنيني. خلاص ريم بقت خاتم في صباعي، بتثق فيا قوي تقريبا، يعني ما بتاخدش اي خطوه غير لما بترجع لي. حلو ده، كلام جميل. عارفه انا ساعات بحب الناس النصابه. انا مش نصابه يا طارق، انا خبيره تغذيه. ما ده اكبر دليل على انك نصابه. هو الاكل فيه ايه يعني يحتاج خبره؟ هو انت ليه مركز مع البت دي بالذات؟ ما انت عندك اخوك الكبير. كل بني ادم ربنا خلقه ليه نقطه ضعف، وموسى الراعي مش هيستحمل ابدا شك الدبوس على بنته الوحيده. انت بس خليكي معاها كده واحده واحده وعلى هادي. البنت دي كانت مهمه قوي، هيجي الوقت ونحتاجه. هو انت ايه نقطه ضعفك يا طارق؟ انا ماليش نقطه ضعف. هي مين توبه دي اصلا؟ توبه دي بنت شغاله عندنا في القصر. حبيبي عارف انها شغاله عندكم في القصر. انا اقصد يعني مين توبه دي عشان تعك نفسك معاها العكه السوداء دي؟ عمي انا مش جاي لك عشان خاطر تقطمني بالكلام. انا في كارثه وخايف على مراتي وابني، وانت الوحيد اللي هتقدر تساعدني. يا ابني اذا كنت انا بقف في ظهر الغريب مش هقف في ظهرك انت؟ يا ابني انت زي ابني. ربنا يخليك ليا يا عمي، بس خايف عليهم قوي من ماما. ماما عنادية وتحب تعمل اللي في دماغها. هي فعلا فايقه صعبه وبتعمل اللي في دماغها وعناديه، بس في الاول والاخر هي امك، يعني معذوره. انت واثق في البت دي؟ اقصد يعني ما تكونش البت دي بتشتغلك عشان تلبسك العيل اللي في بطنها. ايوه طبعا، لا طبعا واثق فيها يا عمي. انا وتوبه متربيين مع بعض، بنحب بعض بقالنا 2 سنين، عمرها ما خبت اي حاجه عليا. هو بس موضوع الخلفه ده اللي حصل غصب عنها. هي قالت لي ان هي ما حسبتهوش صح.
واضح ان انت اللي حسبتها غلط. قصدك ايه؟ عفانك قصدي بعدين. وريني بس الفيديو اللي انت كلمتني عليه. ايه ده؟ ده عزوز. وانت تعرفه؟ ابن عم امك. وقت طول عمره شمال وسكته مش سالكه. طب وبعدين هنعمل ايه؟ احنا لازم نتصرف. ولا اي حاجه. اعتبر ان الحوار ده خلصان. انت فعلا بتحب البت دي؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا مش عارف؟ بس اللي انا عارفه ومتاكد منه ان انا مش هتخلى عنها ولا عن ابني. يا ابني يا حبيبي، الواد لو طلع فعلا ابنك احنا اول ناس مش هنتخلى عنه ولا عنك. عمك في ظهرك. استنى تشوف مين اللي بيزن ده. ده نصر. ايه يا نصر؟ فين؟ طيب هفتح لك. والله ما عارف اقول لك ايه تاني. قلت كل حاجه برضه ما بتفهمش. يا بنت الحلال، مش احنا اتفقنا انك تسافري لبنان عشان ما نخسرش بعض؟ ممكن اعرف انت هنا بتعملي ايه؟ حبيبه ايه؟ عملت مصيبه كبيره قوي يا خال. بتحفيني. اخدت حقك وحقي وقتلت نديم. انت بتقولي ايه؟ انت مين؟ انا. حبيبه تعالي ادخلي اتفضلي. مش هدخل. في ايه يا حبيبه؟ المفتاح ده ما يلزمنيش. انا وفريده مش عايزين منك حاجه. انا وبنتي عايزين نعيش بامان. مش عايزين فلوسك اللي ما نعرفش اصلا انت جايبها منين. انت رجعت ليه؟ وليه كل حاجه بتقولها يطلع وراها كدبه كبيره؟ ممكن تهدي وندخل نكمل كلامنا جوه؟ مش هيفيد بحاجه الكلام. الحكايه خلصت خلاص. هو ايه اللي خلصت؟ انا ما كنتش عايزه المستحيل. انا كنت عايزه حاجه واحده بس. انت راغب بتاع زمان. حبيبتي انا راغب بتاع زمان اللي حبيتيه وما عرفتيش غيره. انا ابو بنتك. انت ايه اللي وصلك لكده؟ لو سمحت. حبيبه لازم نتكلم. في بلاغ متقدم ضدك باختفاء المذيعه ليلى مختار، وحضرتك هتشرف معانا على الاسم. انا مقدر يا فندم ان حضرتك بتشوف شغلك، بس هو اي حد يتهم اي حد فيتقبض عليه؟ والله زي ما انت قلت كده انا بشوف شغلي. ايه علاقتك بالمذيعه ليلى مختار؟ ولا اي علاقه. كل معلوماتي عنها ان هي مجرد مذيعه، لا اعرف اسم القناه ولا حتى البرنامج اللي بتشتغل فيه. يعني هي قررت من نفسها انها تتهم عيله الراعي انها بتهددها تهديد مباشر وتذكر اسمك انت خاصه راغب الراعي. حضرتك يا فندم في برامج بتعتمد على اثاره الجدل وبس عشان تعمل اكبر نسبه مشاهده. وما قدمتش ضد علي بلاغ بالتشهير. حضرتك انا رجل اعمال ولسه واصل من بره مصر، ونقلت كل استثماراتي هنا فمركز في شغلي وبس. لا عندي وقت اقدم بلاغات في حد ولا حتى اطلع رد. تمام. ايوه خليهم يتفضلوا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. بركات الشبراوي المحامي. استاذن حضرتك احضر مع راغب بيه. لا اتفضل. موسى بالراعي ونديم بالراعي اشقاء راغب بالراعي. بغني عن التعريف. اتفضل يا فندم. شكرا. ممكن بعد اذن حضرتك نعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ بلاغ خايد يا موسى، ما تقلقش. ممكن نعرف مين مقدم البلاغ ده يا فندم؟ زوج المذيعه ليلى مختار مقدم بلاغ باختفائها وبيتهم استاذ راغب الراعي ان هو خلص عليه. يعني بعد اذن حضرتك طبعا.
ده كلام مش منطقي. راغب الراعي ده راجل اعمال كبير، له اسمه وسمعته، مش معقول هيعمل حاجه. والله هو لغايه دلوقتي مجرد بلاغ في الاسم. طبعا هيتحول على النيابه والنيابه هتحقق معاه، وبما ان مفيش جثه هيصرفوه من سرايا النيابه بضمان محل اقامته. تمام. شكرا يا فندم. اتشرفت. اتفضل. مساء الخير. خير. طب اعزميني على فنجان قهوه حتى، يعني ما حصلش حاجه. لا احنا مش صحاب عشان تفضل تنط لي كل شويه. هنبقى اكتر من الصحاب. انا ماليش في الجو ده. شكلك ما سالتش عليا. انا بص في عين الواحده من دول اجيب اولها من اخرها. وانا ماليش اخر. وانا ماليش عزيز ولا غالي. شفت احنا بقى شبه بعض ازاي؟ عايز ايه؟ مهرك، شبكتك، وكل اللي تطلبيه تحت رجلك. اتجوزك. قلت ايه؟ قلت تقوم تمشي. لا شافك ولا عمره هيشوفك. كنت هقول لك كده دلوقتي. لا شافتك ولا عمرها هتشوفك. الاتنين طينه واحده. عارفه يا نور، وانا جاي في الطريق كده لقيت كلمه مكتوبه على الميكروباص بتقول لك ايه بقى؟ عدو عدوك حبيبك. وانت حبيبه قلبي. انت حلوه وذكيه وعجباني، وانا كرهت الاغبياء. انا عارفاك قوي وعارفه انت بتعمل كل ده ليه. جاي عشان تنتقم من حبيبه ولا من راغب؟ هتفرق؟ هتفرق. مشيها راغب. من ساعة لما قلت لي مكان الواد الدلدون ناصر وانا عارف انك وقعتي في راغب ومرقده له. وانا هقول لك على حاجه هتجيب رقبه راغب الارض. وانا عندي كلمتي. هتجوزك. هوريكي نعيم عمرك ما شفتيه ولا جيب بالك اصلا. حبيبة قلبي. عقبالك يا ناصر. حياتك يا خال. مبروك يا ماما. مبروك يا بابا. الله يبارك فيك يا حبيبتي. لو سمحتوا بضيع الارسال والشهود. طبعا. اتفضل. بسم الله. اتفضل. ماشي يا وادي عريس. الشاهد الاول. مبروك يا عروسه. الله يبارك ماشي فيك يا يا ناصر. استاذ. بطاقتك يا عمي. بطاقتي؟ لا انا بطاقتي منتهيه. يعني ايه منتهيه؟ منتهيه يعني منتهيه. عمرك ما سمعت على بطاقه منتهيه؟ عامل حسابي يا خال. اختار لك شاهد من دول وانا اطلع اجيبه من بره حالا. ما شاء الله. امال فين متولي يا عمي؟ ولا هو كمان بطاقته منتهيه؟ انا هو يا راغب. بطاقتك يا متولي. بطاقتي معايا، بس في مشكله صغيره قد كده اهو. انا ما ينفعش اشهد على جوازه باطل يا ابن عمي. ايه؟ يعني ايه جوازه باطل؟ يعني لا مؤاخذه العروسه على ذمه راجل تاني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ادي العقد اهو، اتفضل افحصه بنفسك يا مولانا. العقد ده مزور. مش دي امضتك يا عروسه؟ تلاقيكي معلش كنت مشغوله يا عيني في اجراءات الجواز. عروسه بقى. لو فاكر انك بالعقد المزور ده هتعمل اللي انت عملته فيها زمان تبقى غلطان يا متولي، وانت وابوك هتدفعوا ثمن اللي بتعملوه ده غالي قوي. جرى ايه يا ابن عمي؟ ما العروسه هي اللي غلطانه. اسكت، مش العروسه طلعت متجوزه؟ وانا بصراحه انا وابويا ملناش في الغلط. مش هسيب راغب ومش هسمح باللي حصل زمان يتكرر تاني. الكلام ده لو ما كنتيش على ذمه راجل تاني، لكن دلوقتي ولا يحللك ولا يجوز لك يا عروسه. ما تسمعنا صوتك يا حاج. اقعدي يا حبيبه، لما نشوف المصيبه اللي انت عاملاها دي هنعمل فيها ايه. انتوا بتكذبوا وتصدقوا كذبكم؟ بنكذب. اقعدي. دول بيكذبوا يا راغب. كان في بيني وبينك اتفاق يا ابيل، انا وفيت بوعدي بس انت لا. الاتفاق كان ساري لحد ما موسى جالي. موسى؟ ايوه، موسى الراعي اللي عمره ما قال لي امين على حاجه،
أمن وبصم بالعشرة إن جوازك من حبيبة مش مكتوب لك يا راغب. دي الكاميرا الوحيدة اللي جايبة الباب، وده الفيديو اللي كان عليها. بسرعة تشتري عدة تليفون وخط جديد وتبلغ عن جريمة قتل حصلت في العنوان ده. يلا بسرعة. ازاي يا خال؟ دي فرصتك انك تعلم على نديم الراعي وتلبسه جريمة قتل. الراجل اللي في الفيديو هو اللي قتل. بعدين مش انا اللي حورت اخويا في جريمة قتل، ما عملهاش كمان. ده اخويا يعني دم ولحمي. راح ناصر اعمل اللي بقول لك عليه. حصل يا خال. ايوه نور، انا هبعت لك فيديو دلوقتي تمنتجي منه نديم الراعي تماما. في راجل تاني موجود فيه، سيبيه زي ما هو وتردوا لي على طول. مفهوم؟ بسرعه. أنا قاعد مع واحد حبيبي 5 وأكلمك. قول لي يا تيتو، شكل حلو في الصورة؟ أصل أنا اتعرض عليا كتير قوي إني أمثل، بس أنا دايما برفض. مش حابب أكون مشهور. أصل كل اللي أنا بعمله ولسه هعمله بحب إنه يبقى مستخبي، محدش يشوفه أبدا. طبعا ما ينفعش حد يشوفه، وخصوصا موسى بيه الراعي اخوك الوحيد في الدنيا دي اللي مدلك ايده. بس انت شكلك زي القمر في الفيديو وانت قاعد بتتكلم مع رؤوف. مش عايز تمثل؟ انا ممكن على فكره ارشحك في دور منتج حبيبي، ولا اودي الفيديو ده لموسى الراعي. بس موسى هيتضايق قوي لما يعرف ان دراعاته الاتنين طلعوا شمال. لعلمك انا ممكن اساعدك، بس مش عارف اساعدك ازاي. مش عارف. رؤوف ده راجل مريض عيان بيكم، مستعد يدفع ملايين عشان بس ورقه مكتوب فيها اسم اي حد من عيله الراعي. ايوه انا بس بريحه، بس استمه. الفلوس دي انا اولى بيها، انما انا عمري ما اديت له ورقه تاذيكم، وعمري ما خنت موسى بيه. الله 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 يا تيتو، بجد انا صدقتك. يعني نقدر نقول ان كل اللي بيحصل ده مش خيانه. امال انت ليه بتشتري اسهم الشركات في البورصه من تحت لتحت ومش عايز حد يعرف؟ منين جبت الملايين دي كلها وانت بتقول ان انت خلاص راجل ايامك في الدنيا محدوده ومعكش فلوس؟ وانت مال اهلك؟ فضول انت قوي. يا اخي انا كل اللي حوالين عيله الراعي نعرف اصلهم وفصلهم الا انت يا قصير. نبت شيطاني. مش فاهم انت طلعت لي منين، بس ما تقلقش، قريب قوي هعرف انت جاي من انهي مزبله. انت عاوز مني يا راغب بيه؟ بالنسبه لك انت راغب بيه. اسمع يالا، موضوع شراء الاسهم ده تنساه تماما، مفيش مخلوق يعرفه، والا مش موسى الراعي بس اللي هيعرف انك خاين. ده انا ساعتها هلبسك الاساور وهعمل لك زفه للسجن، وبقابلني يا تيتو لو خرجت منه مره تانيه. وعلى فكره انت كنت زي القمر في الفيديو. والله العظيم يا تيتو، ولا احمد السقا في زمانه. انت هتعملوا جزء تاني من تيتو ولا خلاص هو جزء واحد؟ قوم امشي يالا، قوم.
وحشتوني. تحبيهم قوي كده؟ طبعا طبعا، حبايبي اصحابي، حبايبي اصحابي. يلا شدوا. أهلاً. وسهلا. ازي حضرتك؟ هات يا ناصر. وحشتيني، اتفضلي. وحشتوني خالص والله. اتفضلي 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 يا حبيبتي. شكرا. هاتي كده. اتفضلي. اتفضل اتفضل اتفضل. الله يسلمك. اتفضل. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. خلاص خلاص خلاص. مبسوطة؟ قوي مبسوطة خالص، مبسوطة جدا والله. أنا بحبهم قوي. يا رب يا رب تحبيني قد ما بتحبي اصحابي كده. ما أنا بحبك، ما أنت زي ابني. انت كمان زي امي. طيب شويه كده وراجع لك على طول. مش أكتر من كده. امي مفيش. خلاص لسه جاي لك والله. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ كتير والله، والله كتير. ولا اي حاجه، اي حاجه الدار يحتاجها انا تحت امركم، بس اهم حاجه الناس تتعامل بما يرضي الله. اكيد طبعا يا خبير. وانتي شويه رحمه، شويه رحمه في معامله الناس. تحت امرك يا فندم. حاضر. هنزلك. اتفضل. تعالي. اتفضل. ايه يا حبيبتي؟ خدش عليا. حبيبتي. مبسوطه؟ قوي مبسوطه ليه بقى؟ مبسوطة عشان أنا هنا في مكان اللي أنا بحبه. وعشان ايه كمان؟ علشان إحنا مع بعضينا أول مرة لوحدينا. مش عارف انا دي، مش عارف، الايام بتعدي كل يوم المسألة بتتعقد أكتر، ولسه ما وصلناش للي عمل كده في حمزة الله يرحمه حبيب قلبي. يا عالم، تفتكر هتتحل يا موسى وهنعرف اللي عمل كده في حمزة؟ ولا هتمر الأيام وهتنسى زي ما أنا نسيت؟ أنت جننت، إيه اللي بتقوله ده؟ أنا هنسى ضنايا؟ أنا آسف. حقك عليا يا أخويا، أنا اللي نبشت في الماضي. إن شاء الله هنلاقي اللي عمل كده في حمزة وهياخد جزاؤه. بس أنا كنت عايز أكلمك في حوار أخوك اللي ظهر لنا فجأة ده، عشان الجماعة بتوع السوشيال ميديا والتلفزيون ممكن ياخدوا خبر باللي بيحصل، وساعتها مش هنخلص. بقول لك إيه، ارمي لهم أي قرشين خليهم يغوروا ونخلص منهم. وارمي لهم ليه؟ ما يحل عننا هو ويرجع من مطرح ما جه، وكفاية عليه قاعدة في مصر لحد كده. يا نديم، يا نديم، ده أخونا، أخونا اللي قدر يدلنا على مسعود، أخونا اللي أبونا الله يرحمه وصانا عليه، وإحنا ياما جينا عليه وجرنا عليه ورميناه. أظن آن الأوان بقى إن إحنا نتلم على بعض ونعيش في وسطنا. والله يا باشا أنا ما أعرفش أي حاجة خالص، أنا بنفذ وبس. أنا كل اللي أعرفه واللي سمعته إن ورا الحوار دوت في ناس تقيلة قوي، واحد اسمه رؤوف، تاني اسمه جميل أو أبيل حاجة كده، أنا مش فاكر. هو ده والله اللي أعرفه. راغب، إيه اللي جابك؟ عرفت مكاننا منين؟ لا السؤال مش كده يا موسى، السؤال جاي بحاجه تساعدنا بيها ولا لا؟ لا يا شيخ، واحنا بقى مش مالين عينك وانت القور اللي جاي تحلها. الواد ده بيحور عشان يحمل اللي عمل العمله المهببه دي، وهيلبسكم في ناس ملهاش اي علاقه باللي حصل. ما تسمعش كلامه يا موسى، ده بقول له اي كلام. استنى انا دي، قول اللي عندك يا راجل. الحقيقه ليه عجلت له موتور. اتفضل، ابتدينا كلام العفشاجيه وبتوع التكاتك، بتقول حاجه نفهمها. ممكن تديني فرصه اكمل؟ المكن اللي اتعمل بيه عليكم الحوار ده كله مكن صيني، مكن شمال، واحد بس في مصر اللي بيتعمل فيه، اسمه صقر اوتوماتيك. نعرف باع المكن لمين، وده بدايه الخيط، وسيبوا الباقي عليا. يعني انت عايزنا نمشي ورا المكن والموتوسيكلات ونسيب الراجل اللي ضرب علينا نار؟ انت بتخرف. استنى يا نديم، بص يا راجل، لو عرفت توصل للي ورا ده يبقى انت فعلا جاي في خير مش في شر. هنشوف هنشوف. اتفضل يا فندم، اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ تسمع عن راغب الراعي؟ فين صقر يا ابني؟ اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. اهلا اهلا يا راغب بيه، فينك من سنين؟ هو الموت بيحل كده؟ ده انا لو اعرف كنت عملتها من قبلك.
ما تقطعش، ربنا يكتبها لك. يا باشا كلنا اموات. الا هو ايه الحكايه؟ تفتكر ايه اللي ممكن يرجع واحد من الموت؟ ممكن يكون زهق او ما عجبتوش الموتة الاولى وعايز يموت موتة تانية على هواه، او بيحب الونس فرجع ياخد كام واحد من حبايبه معاه عشان يونسوه. ربنا ما يجعلنا من حبايبك يا راغب باشا ويبارك في العداوه اللي بيننا. نجيب ايه؟ ساقع ولا سخن؟ تجيب من الاخر. في مكان شمال عايز اعرف مين اللي شغال فيه. بس انا سبت الشمال يا راغب باشا وربنا كرمنا زي ما انت شايف اهو، والحمد لله بترزق في اليمين. بص بصه يمكن تعرف مين اللي بيشتغل في الشغل ده. ولو انه في الفاضي بس تمام عشان ما ازعلكش. يا جماعه تعالوا لي، تعالوا علشان عايز اعرفكم على اخويا اللي راجع الحمد لله من السفر اخيرا، راغب الراعي. وحشتيني يا سعاد. يا سلام، بقى معقولة يا راغب تبقى طول الفترة دي هنا ما تكلفش نفسك وتيجي تشوف اختك؟ عندك حق والله، بس غصب عني، خلاص قاعد على قلبكم. حبيبي عامله ايه يا فايا؟ مستنية بقالي شهرين عايزة أعرف مين اللي عمل كده فيه. وموسى حاطط إيده في المية الباردة عمال يستقبل ضيوفه بس. موسى فيه اللي مكفيه، وفي نفس الوقت هو مش ساكت ولا احنا ساكتين. وقريب قوي هنعرف مين اللي عمل كده. كله كلام، كله كلام. أنا ما حدش هيجيب حق ابني غيري أنا، مش أخوك. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي متجمعين علشان بعد اللي حصل لنا كان ضروري قوي ان احنا نتلم على بعض ونفضل سوا ايد واحده. مش مهم اللي حصل زمان، اللي فات مات. المهم ان احنا رجعنا تاني وجمعنا، مش هنفترق مره تانيه. اسمع كلام اخوك عشان عايز يلمعك ويرجعك وسطنا تاني، رغم ان كل الناس قالوا عليك مت، لكن موسى بقى له غرض يحييك. معلش يا نديم بقى، لسه في العمر بقى ايه. السنين اللي انا عشتها بره مصر اكتشفت حاجه مهمه جدا، ان الواحد عشان يعيش مرتاح بجد لازم يعيش في وسط ناس بيحبوه بجد، زي حب نديم كده اخويا ليا بالظبط. عشان كده يا موسى انا قررت ارجع مصر واعيش في وسطيكم. احسن قرار عملته. من النهارده يا جماعه راغب اخونا ورجع في وسطنا تاني ومش هيسيبنا تاني. قول ان شاء الله يا موسى، مفيش حاجه بتحصل غير لما بنقدم المشيئه. راغب اللي مش عاجبك وحطه في دماغك ومأجر رجاله علشان يفضلوا قاطرينه، وكل اللي في دماغك انك تأذيه، هو اللي راح علشان يخلص الموضوع ويخلص ابنك. راغب ماله اصلا بالحكايه دي؟ ما احنا اتصلنا 100 مره بيك وما بتردش. اعمل لك ايه؟ اول ما عرفت الموضوع قلت انا هتصرف، كان هو هناك خلاص وصل وبيخلص الموضوع. طب اسمع بقى يا اخويا القصه دي. راغب هو اللي كان ورا قتل حمزه. ايوه هو اللي كان ورا قتل حمزه، وكان ورا موضوع مسعود وهو اللي غدر بيه، ودلوقتي عايز يصفي يحيى زي ما حاول يصفينا انا وانت، وراجع عشان يكوش على كل حاجه وانت مصدقه وبتساعده. انا مش قادر اصدقك، مش قادر اصدق. انت من ساعه راغب ما جه وانت خلاص اتجننت، كل اللي في دماغك هو راغب. يا بني ادم بالعقل، راغب هيحط ايده في ايد عمك وابن عمك اللي حبسوه زمان وحرموه من مراته. يعني واحد مفيش وراه مصايب وكويس، ازاي في ناس بتجري وراه وعايزه تموته بالطريقه دي؟ دول فجروا عربيته، ده تفكير عصابات مش ناس عاديه عايزه منه اي حاجه. وفي كمان بنت راجع معاه من لبنان، لما سالت عليها لقيت عليها كلام كتير. بنت مين؟ انا لسه بدور وراها، زي ما بدور وراها وهعرف كل حاجه.
بس الاول ارجع يحيى. طب اهدى اهدى، انا ما اعرفش اتكلم بالطريقه دي ابدا، اهدى عشان اعرف نفكر بعقل. لما نشوف اخرتها يا موسى مع ابن امال. لا 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 ده كتير، ده كتير بجد. بقول لك ايه، ما تشرب لك جردل القهوه يمكن تفوق، ولا اقول لك ابنك اهو يا نديم، ما هنش عليا ما يباتش في حضنك النهارده زي ما اتفقنا. خد بالك منه. تصبح على خير. مالك يا موسى؟ خير؟ راغب كلمتين ورد غطاهم، ومش عايز لف ودوران. عملت ايه عشان متولي يسيب يحيى؟ بعدين يا موسى الله يهديك، والله ما قادر اتكلم. لا مش بعدين، دلوقتي. أبيل كان حالف انك لو هوبت ناحية بيته لا يصفي دمك. ازاي دخلت وخرجت بسلاسة كده؟ ايه؟ لبست طاقية لخفة؟ ولا قلبك ميت وما بتخافش من اي حد يا راهب؟ انت عارف يا موسى، طول عمري قلبي ميت. ولا نسيت؟ راغب، دي اخر مرة بسألك، ايه اللي رجعك؟ ومين اللي فجر العربية وكان عايز يصفيك؟ وليه؟ اكيد اللي كان عايز يصفيني هو نفسه اللي حاول يصفيكم. هو انا مش محسوب على عيلة الراعي ولا حاجة؟ مش المفروض برضو ان انا اخوكم؟ ولا دي كمان نسيتها؟ ما نسيتش وما ردتش على سؤالي. هربان من ايه؟ ها؟ مش هربان من حاجة. انا رجعت عشان محتاج اكون وسطيكم. اصل العد التنازلي ابتدى. يعني ايه العدد ده؟ اتكلم على طول. انا عندي سرطان وهموت كمان 6 شهور. الحكاية ابتدت من كام شهر. ابتدت معايا ان انا بنسى الاسامي، بنسى المواعيد. قلت عادي، اكيد يعني من ضغط الشغل والسفر وسنين الغربة. لحد في يوم وقعت من طولي في المطار. ما صحيتش الا وانا في المستشفى. انتوا عاملين فحوصات واشعاعات وتحاليل ملهاش اول من اخر. قلت عادي، اكيد يعني هيقولوا لي ارهاق، انيميا، هي حاجه من الحاجات اللي عند الناس كلها. بس والدكتور داخل عليا حسيت اني في كارثه. قال لي انت عندك ورم في المخ، ومن النوع اللي ما بيستأذنش، او تقدر تقول من النوع اللي ما بيتشالش. المرحله الرابعه. الورم اللي في دماغي يا موسى بيضغط على الذاكره لدرجه ان انا بقيت اصحى من النوم انا ناسي كل حاجه، ناسي انا مين، ناسي انا فين. بس الحاجه الوحيده اللي ما قدرش ينسيها لي ان انا منكم. زي ما قلتليش من ساعة ما جيت. بقول لك ايه، انا مش هسيبك، انا هسافر معاك. احنا لازم ندور على حل. هسافر من بكره من دلوقتي. يلا جاهز موسى يلا اسمع الكلام ده. ده انا لفيت العالم كله وقعدت مع اكتر من دكتور، نفس الكلام، نفس التشخيص. امر ربك وجب، انا راضي. امان عليك يا اخويا، ما تسيبنيش اموت لوحدي. عايز اموت وسطيكم.
كويسه. انا كنت قلقانه عليكي. ليه قلقانه؟ بنت وعند ابوها، امها هتقلق ليه؟ مامي هو في ايه؟ مفيش اي حاجه يا حبيبتي، شويه مشاكل بين الكبار. الصغيرين اللي زينا ملهمش دعوه بالكلام ده خالص. انا هعمل مكالمه في البلكونه. انت كويسه؟ ميرسي يا راغب. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. عيب الكلام ده يا حبيبه، ده انت الغاليه وغلاوه فريده من غلاوتك. انت صعبانه عليا قوي، اللي بيحصل ده كتير عليكي. انت ناويه تعملي ايه؟ والله ما انا عارفه يا راغب، بس اللي انا متاكده منه ان رؤوف مش هيسيبني، خصوصا انه عارف انك هنا. ولا تشغلي بالك باي مخلوق، لا رؤوف ولا متولي ولا الجن الازرق. انا هاخد لك اوضه هنا جنبي تقعدي فيها انت وفريده. يا ريت يا راغب، انا جنبك هبقى مرتاحه ومطمنه. اتفقنا. محتاجه اروح البيت اجيب شويه حاجات وارجع بسرعه. تمام. طب فريده ينفع اسيبها معاك ساعتين مش اكتر؟ لو على ساعتين ماشي، بس اهم حاجه ما تتاخريش عليا عشان هتوحشيني. انت كمان. طب مش ننجز من الوقت؟ ها يلا. في ايه مالك؟ الحقني بسرعه يا راغب. في ايه؟ في ايه؟ فريده. مالها فريده؟ فريده اتخطفت. مين اللي خطفها؟ متولي. متولي؟ واداها رؤوف علشان يضغط عليا لما عرف اني قابلتك. طب اهدي ثانيه واحده. بقول لك ايه؟ انت تفضلي هنا ما تتحركيش، مفهوم؟ خدي هتعمل ايه؟ هجيب البنت، هجيب البنت. يلا ادخلي، ما تفتحيش الباب لحد، مفهوم؟ ماشي يا متولي، طلبتها ونقولتها. بس اهدى ونصلي على النبي. هو راغب لحق بعتك؟ فريده روحي مع عمو يا حبيبتي، روحي مع عمو، انا هاجي وراك على طول. يلا يا حبيبتي سلم لي على راغب. يلا يا حبيبتي، جاي لك انا جاي لك. امان. تمام. وديهم المتحف المصري الكبير، اظن ولا اروع. تمام؟ طيب يلا كلمني بعد كده، مع السلامه. ده الوفد بتاع الجماعه الكوريين؟ اه يا حبيبي، قول لي عايز ايه بسرعه بقى علشان عندي ميتنج. ما انا عارف ان انت عندك ميتنج. تتكلم كده ليه؟ انا اسف، هو مش قصدي، بس انا طول الوقت حاسس ان انت مهمشني يعني. انت عامل دي، انت ما تشوفنيش. حاسس ان انا شغال في الشركه هنا عشان انا ابنك، مش عشان انا استاهل. الكلام الفارغ اللي بتقوله ده مين قال كده؟ مش محتاج حد يقول. تقدر تقول لي انت ليه ما بتدينيش اي مهمه؟ ما بتكلفنيش باي حاجه، كل حاجه بتروح للي اسمه طارق ده وخلاص. علشان وقتك لسه ما جاش. طب وانا وقتي هيجي امتى؟ ممكن حضرتك تقول لي وقتي هيجي امتى؟ لما انا اقول. صح، عشان كل حاجه بتحصل لما حضرتك بتقول. بس بلاش الطريقه دي في الكلام، وما تخلطش بين ان ابوك اللي بيحبك وان موسى الراهن اللي بيجهزك علشان تمسك مكانه في العيله، في المؤسسه، كل حاجه. ما ترد يا ابني على تليفونك. الو، الحقني يا باسل. في
في ايه؟ انا واصحابي ضربنا واحده. طيب وانا في القسم. خلاص ماشي جاي. ايه ده في ايه؟ مفيش يا بابا، حاجه بسيطه. ماشي خلاص جاي. سلام. الله، ما تقف تكلمني. مفيش، هطمن حضرتك. لا هطمن حضرتك. مازن